ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البطاطا المشوية في البيت من غير ما تبهدلي الفرن ومن غير ما تغسلي مواعين. هتعملي أحلى بطاطا مشوية في البيت. هتعرفي سر اللمعة بتاعتها وازاي تكون معاكي مكرملة بدون نقطة سكر. شايفين ما شاء الله قد ايه دايبة معايا ومستوية؟ شايفين لونها وجمالها ما شاء الله. هتعمليها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة خالص. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله ده موسم البطاطا، هتعملوها بطريقة سهلة وبسيطة وطبعا مفيدة جدا جدا. عندنا صينية هنبدأ اللي احنا نجيب كيس حراري ماهوش كيس تلاجة. بعد كده هنبدأ نجيب 2 كيلو من البطاطا، وتكون حجمها زي ما انتوا شايفين كده، ما تجيبوهاش كبيرة قوي. بعد كده هبدأ اللي انا اغسل البطاطا بتاعتي كويس جدا، وابدأ احطها في قلب كيس الحراري وافضي منها اي هواء واقفل عليها كويس. وبعد كده هبدأ اعمل ليها 4 5 فتحات كده ببوز السكينة زي ما انتوا شايفين كده، علشان الكيس ما ينتفخش معايا في قلب الفرن. هبدأ اجيب ورق حراري زي ما انتوا شايفين كده او ورق ألمونيوم، وابدأ اقفل الصينية كويس جدا. الفرن شغال قبلها بربع ساعة، هدخلها في الرف اللي في النص. لو الفرن شغال من فوق ومن تحت الشواية مع بعض هتشغليهم، لو شغال من تحت بس هتشغلي من تحت بس. هتقعد في الفرن من حوالي ساعة ل3/4 ساعة. زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله بعد ساعة بالظبط. شايفين ما شاء الله شكل البطاطا، وشايفين شكل الكرملة بتاعتها، ومن غير ما اضيف لها ولا نقطة سكر. هتاكلوها هتكون معسلة جدا. شايفين بشيل الكيس علشان اوريك ان الصينية هتكون معاكي فلة كده، ومن غير ما تبهدلي الدنيا عليكي وتوسخي الفرن وتوسخي المواعين بتاعتك. هتعمليها وبطريقة سهلة وبسيطة. وزي ما انتوا شايفين ده موسم البطاطا، هتملي البيت عليكي خير. وطبعا البطاطا مفيدة جدا للأطفال، وكل الأطفال بتحبها وكل الكبير والصغير بيحبها. زي ما انتوا شايفين هتشويها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة. وشايفين ما شاء الله قد ايه دايبة دوب كده، وطعمها حلو قوي. شايفين طعمها ما شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشجعوني وتدعموني